إذا افترضنا وجود كائنات فضائية بغير مجرة قاعدة ترصد الأرض باستخدام تلسكوب، فعزيزي المشاهد الجميل وعزيزتي المشاهدة اللطيفة، إذا مفكرين أنهم راح يشوفوننا نحن حاليا فأنت وأنتي مخطئان. راح يشوفون الديناصورات. دقيقة بس أسوي حالي متفاجئ. شلون؟ أعرف الموضوع يلخبط، لكن تابع الفيديو للنهاية لحتى أفهمك شلون. بداية لحتى نقدر نشوف أي جسم محيط بينا لازم يسقط عليه ضوء وينعكس على عيوننا حتى نقدر نشوفه، وكذلك الأمر بالنسبة للتلسكوبات اللي ترصد الكواكب والنجوم البعيدة الموجودة بغير مجرات. فالضوء راح يسافر من هاي الكواكب الموجودة بغير مجرة ويصل لعند مجرتنا ويسقط على عدسة التلسكوب وبعدها نقدر نشوفه. لكن المشكلة هين إنه المسافة بين المجرات شاسعة جدا وتصل إلى مليارات الكيلومترات، فالضوء قد يستغرق آلاف بل ملايين السنين الأرضية لحتى يوصل لعندنا. فلذلك الضوء اللي انطلق من مليون سنة ووصل حاليا عند الفضاء